الرحمن الرحيم من جديد. اهلا وسهلا بكم في فقره جديده في قناه الكوره مع الجوكر. طبعا يا اخوانا المباراه اكتملت والاهلي خسر، لكن انا شايفها خساره عادله. يعني الصراحه الاهلي الحته البدنيه عنده لازم تتظبط، دي الحته البدنيه عند النادي الاهلي لازم تتظبط، لان فعلا نفس اللي حصل الماتش اللي فات. الاهلي ما ماتش فات عمل مباراه جميله جدا وتعادل، لكن الشوط الثاني كان ميت حرفيا. طبعا يا اخوانا قلناها قبل كده والله، لعبت النادي الاهلي والتنفيخ الاوفر. لكن هنتكلم بقى على الخساره، اسباب الخساره. طبعا يا اخوانا يعني نفسي اعرف هو يحيى عطيه الله كان دوره ايه. يعني بجد انا بالنسبه لي اللعيب الوحيد اللي عجبني في النادي الاهلي حرفيا كان مروان عطيه والله. والكام دقيقه اللي نزلهم بن شرقي في اخر المباراه، يعني فعلا حرفيا كان النادي الاهلي يعني هو اي نعم سدد 3 تسديدات كلها اول عن اخر. لكن يا اخوانا النادي الاهلي لا، محتاج الحته دي تتظبط من عليه. طبعا يعني النادي الاهلي اهدر فرصه تاريخيه. كان الاهلي لو كان فاز النهارده مباراه بالميراس كان صعد رسميا بعد قليل مباراة بورتو وانتر ميامي. طبعا يا اخوانا هنتكلم على اسباب الهزيمة، وللاسف يعني مش عايز اقولها خروج مبكر، مش عايز اقول الكلمة دي والله العظيم، لكن التنفيخ الاوفر كده، الحريم بتاع شوبير اللي كل يوم استضيف لعيب، كل يوم استضيف لعيب شكل، كل يوم اقول نفس الكلام. يا جماعة بجد التنفيخ الاعلامي الاوفر من او حتى لجان السوشيال ميديا. النادي الاهلي كان تايه. النادي الاهلي نزل الشوط الاولاني لعب وكل حاجه بس ما سددش تسديده. انت عارف ان النادي الاهلي سدد 3 تسديدات بس، كورتين بن شرقي وواحده قفشه. دول الثلاث كور اللي شاطهم حرفيا ما فيش. بالميراس النهارده يعني برضه بالميراس ما لعبش المستوى بتاعه، مش ده مستوى بالميراس اللي لعب بيه مباراه بورتو اللي فاتت. لا، النادي الاهلي خسر، مش عايز اقول خسر نفسه بنفسه، لان فعلا برضه في لعيبه والله العظيم لا تستحق ان تلعب في النادي الاهلي. يعني حتى نفسي اعرف يعني يحيى عطيه الله ده لازمته ايه بجد. يعني مش عارف ريبيرو، مش عارف. وانا قلتها طبعا من ربع ساعه، الفقره اللي كانت من ربع ساعه ساعه ايقاف المباراه. مش عارفين نحكم عليه ومش هنعرف نحكم عليه. الراجل من دار للنار على طول. طبعا يا اخوانا عايز ارد بقى على شويه تصريحات كده اتقالت. معلش يا اخوانا اعذروني هرجع ورا. طبعا عماد النحاس بيقول لك لو كان تريزيجيه جاب ركله الجزاء دي كان برضه هيتعاقب. لا يا عماد النحاس، يسمح لي اقول لك انك كذاب. لاني لو كان تريزيجيه جاب ركله الجزاء بتاعت انتر ميامي والله ما كان حاجه حصلت، وكانت المباراه كويسه، وكنا طبعا مع كل الاحترام لاخواتي الاهلاويه كنا هنزيط الزيطه الاعلاميه بتاعتنا. طبعا ده بالنسبه للاخ عماد النحاس. طبعا الجو مش الجو، مش عايز اقول نبني حجه لانها على الكل. يعني برضو احنا بنشوف، احنا برضو شفنا اسمه دون، شفنا بايرن ميونخ لعب في نفس التوقيت. شفنا نفس الفرق، شفنا برضو بنفيكا واسمه ده بوكا جونيور في نفس التوقيت، كان برضو وقت كبير. طبعا المباراة الجاية هتبقى امام بورتو، وطبعا بورتو يعني هنشوف يعني هيعمل ايه. كمان المباراة الجاية هتبقى من غير مروان عطية بسبب حصوله على الانذار الثالث. وطبعا هنشوف يعني مروان عطية خسارة كبيرة طبعا في خط الوسط. طبعا هيضطر يلعب بأليو ديانج كده في المباراة الجاية بإذن الله أمام بورتو. بالتوفيق للنادي الأهلي في اللي جاي. أتمنى نقلل التنفيخ شوية والله يا إخوانا، نقللوا التنفيخ شوية. نادي الأهلي نادي كبير وممثل مصر وكل حاجة، لكن الكيد مع التنفيخ بيدمر. وقلنا والله العظيم احنا شامين ريحة 2018 كأس العالم بتاع المنتخب لما برضه نفخنا وجبنا ممثلين وتأفور والكلام ده كله. طبعا اتمنى يا رب ما كنتش سألت عليكم، وهارد لك للنادي الاهلي، وباذن الله ربنا يوفقه في اللي جاي. اترككم في رعايه الله وحفظه، ولكم منا خالص التقدير والشكر والاحترام. وطبعا بنختم خير الختام والصلاه على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم.